لو تجيب لهم ريفيو بتاعي ماشي، ممكن الناس تحس انه في ناس اهو بتشكر في المنتج فهو مضمون وبيجيب نتيجه، بس لما انت نفسك تقولي انا بستخدمه، لانه انت لو ما بتستخدموش فانت بتستخدمي غيره، ما انت اكيد بتاخدي شاور صح، فانت لو ما بتستخدميش مثلا الشامبو ده يبقى انت بتستخدمي الشامبو ده، لو انت مش بتستخدمي البلسم ده يبقى بتستخدمي بلسم حاجه ثانيه، لو مش بتستخدمي الكريم ده وما انت بتحطيه على وشك سايباه ناشف وراح تنصحي للناس انها تعتني ببشرتها ازاي، وانت المفروض تبداي بنفسك. يعني بينصح حد بحاجه لازم يكون هو بيعملها الاول عشان المصداقيه. خامس حاجه زي ما قلت لكم، استغلوا موضوع الهدايا بتاعت الشركه والاوفرز والخصومات الشركه بتعملها، ما تفوتيش ولا عرض الشركه تعمله، والهدايا وبرنامج الترحيب دايما شجعي الناس ان هم يستفيدوا بالخصم بتاع الترحيب، ان انت تقولي لها انت لو عملتي 50 نقطه هتاخدي هديه، كانت هتطلب 20 نقطه او 30 نقطه، ده هيشجعها ان هي تشتري حاجات اكتر، او انها تشوف برضو قرايبها ومعارفها. طب ما هي كمان تقدر تعمل ارباح على فكره، قولي لها انت لو جبتي اوردرات اكبر من كده وعملتي برنامج الترحيب هتاخدي خصم زياده وهديه زياده، ولو كمان جبتي معارفك يشتروا كمان انت هتاخدي عليهم عمولات 10%. فهي ممكن الموضوع اصلا فجاه يجي معاها. على فكره انا حصل معايا كده، انا واحده صاحبتي كانت قالت لي اوريفلام عامله عروض وكده، وفي الاول كنت معترضه تماما وكنت من الناس اللي لا انا مش هعمل برنامج ترحيبي، لا مش عارف ايه، مش هشتري ومش هشتغل ومش هبيع وكل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. وفي الاخر اكتشفت ان الموضوع بيكسب فلوس كتير جدا، فاتعلمت ودخلت اعضاء واشتغلت على الموضوع ده وكسبت فلوس. فانت ما تعرفيش مين اللي هيجي معاه مع موضوع صدفه، وده بقى انا شفته كتير جدا مع كميه الاعضاء اللي اشتغلت معاها. ناس كتيره جدا اعملهم اول مكالمه احس ان هي في المكالمه دي مستحيل تشتغل، دي مستحيل تعمل اي حاجه، والله العظيم بقفل معاهم والاقي ال 100 نقطه اتحطت اقفل معاهم والاقيهم اشتغلوا على طول واتحمسوا ويلا عايزين ناخد الهدايا ويلا عايزين نشتري ويلا عايزين ندخل اعضاء. حماس رهيب. ليه؟ لان هم كمان بيشوفوا مصداقيه في صوتي، بيحسوا انها فعلا حابه الموضوع، انا بشتغله بحب وبشتغله فعلا من قلبي، بيلاقوا ان فعلا في تقدير وفي دعم وان الموضوع فعلا سهل وناس كتير ممكن تكسب منه، وان هم كمان بيبداوا يلعلع في دماغهم كده انا ايه ده، انا كمان عندي احلام عايزه احققها. انت ما تعرفيش مين اللي هيضرب معاه الموضوع. اشتغلي مع كل الناس، ما تحكميش على حد، ما تقوليش دي هتنفع دي مش هتنفع، دي هتشتري دي مش هتشتري، دي امكانياتها كذا. والله العظيم انا في ناس ساعات تقول لي انا معيش فلوس خالص غير 300 جنيه مثلا هشتري بيهم او 200 جنيه او كده، او سالفه الفلوس او ايا كان، تبقى الدنيا مزنقه معاها جدا. بس لما اجي اقول لها على العروض اللي موجوده، انا كده كده بغض النظر عن اللي بيتقال، انا كده كده في حاجات لازم اشرحها لانه ده واجبي، امانه مني ان انا لازم اقولها، وبقول لهم على العروض كلها، بقول لهم على الهدايا. يا ستي هتاخديها مش هتاخديها براحتك، انا بقولها لك من باب العلم عشان عملت اللي عليا وعملت ضميري. والله العظيم بيشتروا وبياخدوا الحاجه حتى لو مش هتشتريها نفسها، بتاخدها تبيعها او بتتصرف، المهم اللي في الاخر ان هي بتبقى فعلا محتاجه الحاجه دي، والحمد لله ان انا قلت لها عليها. فبجد ما تفوتيش ولا فرصه ان انت تتكلمي فيها عن المنتجات، خصوصا نوفيج 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 نوفيج. بصي مليون نوفيج لازم تتكلمي عن نوفيج، ما تقوليش دي غاليه ما حدش هيشتريها، الناس بتشتريها مالكيش دعوه. انا بقول اتكلموا عن نوفيج، وريهم صورتي، ابعت لهم الفيديو، وما تعمليش حاجه ثانيه، مالكيش دعوه. حتى لو ما اشتروش في نفس الشهر هيبقوا حاطينها في دماغهم وهيبقوا عايزين يجيبوها، هيشتغلوا عشان يجيبوها. فمن الاخر كده هي مكسب لكل الاطراف. اشتغلي على النوفيج اهم حاجه، ولازم تتكلمي عنها حتى لو تتكلمي على منتجات ثانيه. يعني انا برشح النوفيج وبرشح معاها بقيه البدائل الارخص. ليه؟ حتى لو هي هتاخد البدائل الارخص هي عرفت انه دي في اغلى منها، فمش هتبقى مستغلياها. المنتج اللي ب 100 او ب 200 او حتى 300 هتبقى شايفاه رخيص لان في اللي ب 4000. فاهمين الفرق؟ لازم يكون في شويه مقارنات. خليني هعمل لكم بارت 2 كمان لنصايح اكتر عن ازاي تتعاملي مع موضوع الناس اللي بتقول لك الاسعار غاليه. بس انا اديتكم اهو شويه نصايح، ابداوا جربوها وصدقوني هتعملوا 100 نقط بعيد.